بيبدأ مسلسلنا بجيمين اللي قاعد في فصله وماسك كراسته وقاعد بيكتب ورا المدرس بتاعه. بيكون هو طالب في الثانوية وكل زمايله نايمين في الفصل، لكن هو الوحيد اللي بيكتب ورا المدرس كل حاجة بيقولها. حرفيا بيكتب ورا المدرس بتاعه كل حاجة بيقولها، حتى لما قال ان اللي نايمين دولت اغبياء ومش فاهمين هو بيقول ايه بيكتب وراه الكلام ده. وبنشوف بقى ان جيمين ده مش بيكتب الكلام علشان هو دحيح يعني وكده، لكن هو بيكتب الكلام علشان اصلا مش فاهمه. هو بيكتب اي حاجة وخلاص المهم يفهم. واللي بيعرفنا بنفسه بيقول اللي هو اسمه جيمين وان هو طالب فاشل. ايوه طالب فاشل، بعيدا عن النضاره اللي هو لابسها دي وعامل فيها دحيح. وبنرجع معاه بقى بالزمن قبل ما يروح المدرسه الفاشله اللي هو فيها دلوقتي، لما كان طالب لسه في ابتدائي وكان دايما بيجيب المركز اللي قبل الاخير. فراح لمامته قال لها يا ماما انا عايز مدرس خصوصي. جابت له مدرس خصوصي، لكن برضه كان بيجيب المركز اللي قبل الاخير. لكن هو ما يعرفش حاجه اسمها يأس، ودايما بيجتهد علشان يكون في المراكز الاولى، لكن دايما بيطلع في المراكز الاخيره. بيروح لمامته وبيقول اللي هو عايز يخش سنتر، فبيروح السناتر وبرضه بيطلع من المراكز الاخيره. بيخلص سناتر وبيروح على اليوتيوب وبرضه بيطلع من المراكز الاخيره. وفي يوم من الايام وهو في الاعداديه بيكون سامع زمايله اللي بيقولوا لو عايزين تنجحوا وتخشوا كليه روحوا مدرسه يو تقنيه. فبيحط قدامه هدف ان هو يروح المدرسه دي، بعيدا بقى انه اصلا ما سمعش بقيه كلامهم اللي بيقولوا احنا لو متنا يعني مش هنروح ابدا المدرسه دي علشان مدرسه كلها شغب وان هي مدرسه فاشله وكل اللي فيها فاشلين. لكن هو بيروح فعلا المدرسه دي. اللي بيخش فصله بيلاقي ان الطلاب كلهم بيتخانقوا، فبيقول بقى ان هو مش هيستسلم وان هو لو جاب درجات كويسه في المدرسه دي فهو اكيد هيخش الجامعه. لكن برضه الدرجات بتظهر وبنلاقي اللي هو جايب المركز اللي قبل الاخير كالعاده يعني. فبيقول ده الطلاب بقى عاملين نفسهم كده اللي هم مش مهتمين بالمذاكره لكن هم بيذاكروا. والصراحه بقى يعني هو روحه حلوه وكل حاجه، بس عايزه اقول له يعني اللي ممكن يبقى العيب فيك انت. لكن الحاجه المميزه في ابننا ان هو مش بيستسلم ابدا، وبيقول ان في حل اخير هو ما استعملوش لسه، وان هو يعمل مجموعه دراسيه. وطبعا كلنا عارفين ايه هي المجموعه الدراسيه. هي بيكون عدد كتير من الطلاب وكلهم بيساعدوا بعض علشان كلهم يذاكروا وينجحوا. فيا ترى بقى ابننا هيقدر يعمل مجموعه دراسيه ولا لا؟ تعالوا نشوف. ابننا بقى بيكون قاعد في الفصل بتاعه كالعاده وعمال يبص على زمايله، بيقول ده لا مش هو، ده لا مش هو. بيختار كده مين اللي هيبقى معاه زميله في الدراسه. وبيبص كده فبيلاقي ان في واحد هادي قاعد لوحده وبيسمع اغاني، لكن هو بيروح وبيشيل السماعه من على ودنه وبيقول له ايه رايك تذاكر معايا. وقبل ما الهادي ينطق اصلا ويقول له او لا، بيلاقي ان في واحد جاي بيضربه. اللي بنلاقيهم دخلوا في قتال مع بعض، ورقم 170 بيضرب رقم 173. رقم 170 هو الهادي بتاعنا، ورقم 173 هو البلطجي اللي جه يضربه. ولو عايزين تعرفوا يعني ايه رقم 170 اصلا ويعني ايه رقم 173 تعالوا اقول لكم. ده بيكون ابلكيشن مع كل طالب. هل يا ترى الابلكيشن ده يعني للمذاكره؟ هقول لك لا مش للمذاكره ولا حاجه. الابلكيشن ده بيكون عليه ارقام واسماء الطلاب، وعلى حسب كل واحد قوته عامله ازاي بيكون في الابلكيشن. فلو الطالب ده جامد جدا هتلاقيه في المراكز الاولى، لو ضعيف هتلاقيه في المراكز الاخيره. وبنشوف ان كل واحد في المدرسه دي بيتصارع مع تاني علشان ياخد المركز بتاعه. ويلا نكمل بقى القتال بتاعنا اللي بنشوف فيه ان الهادي هو اللي خسر وان البلطجي هو اللي كسب. فالبلطجي كده بقى هو رقم 170. المهم بقى بيخش المدرس وبيقعدهم بيسكتهم، بيقول لهم ان المدرس المسؤول عن الفصل بتاعكم واخد اجازه الايام دي مش هيعرف يجي، فهنجيب لكم مدرس بداله. بتخش بقى المدرسه اللي بتكون جميله جدا واسمها ليو. اول ما جيمي بيشوفها بيفتكرها على طول لان دي المدرسه اللي كانت بتذاكر له لما كان في ابتدائي. بتكون بقى بتشوف الكشف بتاع الغياب وبتسال على اول اسم، بيقولها ده خرج يشرب سجاير. فبتتصدم شويه وبعد كده بتقول تمام نعتبره بقى غايب، وبتندى على الاسم تاني فبيطلع بقى ريحه مش لطيفه يعني اللي هو بيتريق عليها. فبتلاقي مره واحده ان في كوبايه رمت عليها كده وهي مصدومه، وبتلاقي ان في ولد بلطجي تاني راح يضرب الولد اللي بيعمل ريح ده، وبيقول له وانت صحيتني من النوم ليه. وهو بقى راجع الديسك بتاعه في كل هدوء عادي بيلاقي ان الواد بيقول له وانت رميت العصير بتاعي ليه. فبيقول له انت بتكلمني انا؟ فبيقول له بيشتمه. فبيرميه بره الفصل خالص وبيفضل يضرب فيه. وطبعا بقى الفصل كله بيشجع وبيشوف مين اللي هيكسب فيهم. فالمدرس اخر ما بتزهق بتفضل تخبط كده علشان ياخدوا بالهم منها. فكلهم بيبصوا لها كده وبتقول لهم بقول لكم ايه ارجعوا على مقاعدكم تاني. فالبلطجي بعد ما بيخلص ضرب بيرجع كده على الديسك بتاعه بيقول لهم عشان هي قالت لكم ارجعوا تاني. فكلهم بيرجعوا عادي زي الكلاب. بتروح علشان ترمي الزباله لكن بتلاقي ان كل البساكت سجاير اصلا. فبتتصدم كده وبتقول هو في ايه. وجيمين بيروح وبنت عليها، واول ما بتبص له بتفتكره وبتقول له ده انت كبرت جدا، ده انا كنت خلاص قربت ما اعرفكش. وبتعتذر منه علشان زمان مشيت من غير ما تقول له اي حاجه، لكن بتقول له ان هي حصلت لها شويه مشاكل عشان كده ما عرفتش تكمل معاه. وجيمين بيسالها وبيقول لها هو انت هتكملي في المدرسه الملعونه دي؟ فبتقول له هكمل فيها. وجيمين بيقول لها انا متفاهم روحك القتاليه دي، لكن اخر مدرس كان هنا اصلا مش في اقل من شهر. لكن هي بتقول له ان النهارده اول يوم ليها فاكيد مش تمشي من اول يوم يعني. فبتساله بقى وبتقول له هو انت بتذاكر الايام دي ازاي؟
وبيرجع كده فلاش باك وبيقول لنا هو بيذاكر ازاي الايام دي، وان هو بيستعمل حاجه واحده بس وهي الزن على الودان امر من السحر. والمقوله دي هو بيطبقها بالملي فعلا، لان هو ماشي ورا الولد الهادي في كل مكان، فبيلاقي ان الولد الهادي رايح المكتبه فبيروح وراه، لكن بيلاقي ان هو نايم عادي فبيروح ويقعد جنبه ويفضل يذاكر ويقول ايه ده انا محتاج صديق ان هو يذاكر لي وكده، ويا بقى لو الدرس ده كان معايا حد من صحابي يذاكره لي. تاني يوم برضك يخشوا له المكتبه ويجيب له حاجه عشان ياكلها او يشربها، فتاني يقول له انا مش عايز حاجه يسيبها له ويمشي. نلاقي الهادي عايز ينام له شويه لكن نلاقيه جنبه وعمال يتكلم، فبيقول له بقول لك ايه وطي صوتك شويه عايز انام. ويروح الهادي علشان ياكل لكن نلاقيه هو كمان جاي يقعد معاه عشان ياكل معاه، فيقوم وما ياكل. يروح له تاني المكتبه عشان يرخم عليه لكن اخر ما بيزهق بيقول له انت عايز تذاكر تعالى اذاكر لك. هو بيقعد وبيذاكر له لكن بيقول له يا ابني انت بعيد قوي، فبيقول له لا لا مش بعيد للدرجات، فبيقول له لا انت بعيد قوي. وبنشوف بقى المدرسه ليه وهي رايحه عند نائب المدير وبتقول له ان هي عايزه تشيل الطبول ديت عشان الناس بتدخن فيها، فبيقول لها قصدك يعني لو شلناهم هيبطلوا تدخين؟ لا مش هيبطلوا، اصلا بيطلع سيجاره ساعتها وبيدخن قدامها. وبيقول لها انا بقالي 40 سنه عايزه استقيل بس مش عارف، وبقول لك ايه ما تزعجنيش تاني علشان تبقي مدرسه بدوام كامل، ولو عايزه تشيلي الطبول يا ستي شيليها انت، انا مش هقول لك حاجه وهشجعك فايتنج. نرجع بقى لجيمين والهادي تاني وهم لسه بيذاكروا، فالهادي بيقول انا عايز اقول لك حاجه بس مكسوف منك، فتاني بيقول له قول، بيقول له انت غبي يا ابني الصراحه بقى انا مش عارف انت عايز تذاكر ليه، فتاني بيقول له ما انت كمان عايز تذاكر، فبيقول له لا انا مش عايز اذاكر، من قالك اللي انا عايز اذاكر؟ فابننا بيقول له ان رقبتك اصلا عامله زي رقبه السلحفاه من كتر ما انت بتوطي عشان تذاكر، وايدك متعوره من كتر المذاكره، وشعرك مقصره علشان ما يزعجكش وانت بتذاكر، والاهم من كل ده ان نظره عينيك نظره واحد دحيح. وابننا بيقول له اللي هو هيعمل مجموعه دراسيه وعايزه يبقى معاه، فتاني بيقول له مجموعه دراسيه ايه؟ امال هان ده هيسمح بالكلام ده؟ فبطلنا بيقول له هان مين والناس نايمين يعني انا مش فاهم هو مين ده. فالهادي بيطلع له الابلكيشن وبيقول له الابلكيشن ده هو ابلكيشن قوه، اللي عامل الابلكيشن ده هو هان ويبقى ابن زعيم عصابه كبير قوي في المنطقه، وان الابلكيشن ده خلى كل الطلاب مهووسه بالقوه، فالصراحه يعني انت ما عندكش اي فرصه انك تذاكر في المدرسه دي. لكن ابنها بيطلع له الدرجات القديمه وبيقول له بص انت كنت التاني على المدرسه، اول ما بيشوف الدرجات بقى بيمسكها وبيقطعها وبيقول له ما تجيبليش السيره دي تاني وانا مش هذاكر معاك تاني ابدا. وبنشوف بقى هان اللي طالع يستلم جايزه احسن طالب في المدرسه علشان طالع الاول على المدرسه، يعني هو ملهيهم كلهم في الابلكيشن عشان يطلع هو الاول. وبنشوف بقى الهادي ان هو زعلان علشان هو عمره ما يعرف يذاكر طالما هان ده القائد بتاع المدرسه. الهادي بقى هو في الحمام حد بيخبط فيه وبيفتكر ان هو البطل بتاعنا فبيزعق له، لكن بيطلع البلطجي، والبلطجي اول ما بيشوفه بياخده بيضربه، يعني هو ازاي يعني يزعق له مع انه التاني اعتذر له وقال له ما كنتش عارف يعني اللي انت، وبيطلع المضرب بتاع البيسبول وبيفضل يضرب فيه. لكن المدرسه بقى في الوقت ده بتكون بترمي طوبول وبتسمع ان في صوت ضرب، بتروح بتشوف مين، تتفاجئ لما بتشوف ان البلطجي بيضرب الهادي، فبتروح علشان تنادي المدرس، لكن اول ما بيشوف اللي حصل ده بيطلع يجري وبيسيبها، فبتيجي عشان تخش لكن بطلنا بيجي وبيقول لها سيبيني انا اللي هخش واحل الموضوع ده علشان الولد ده انا عايزه معايا في المجموعه الدراسيه بتاعتي. بنشوفه بقى هو داخل دخله جامده كده وهو لابس قناع على وشه وماسك الطفايه بتاعه الحريق وعمال يرش عليهم كلهم وبياخد الهادي وبيهرب. فبطلنا بيساله هو انت كويس؟ فبيقول له انت ايه اللي دخلك دلوقتي؟ كان قرب يخلص ضرب فيا اصلا، وما تجيبليش سيره الدراسه دي عشان احنا دلوقتي في مساله حياه او موت في المدرسه دي، مفيش حد دلوقتي بيفكر في المذاكره خالص. وبيقوم علشان يمشي لكن البلطجي بيجي وبيقول له هو مين بقى اللي انقذك يا حلو، لكن هو ما بيرضاش يجاوب عليه، وبيقول له يعني اللي هو ما شافش اللي انقذه، فبيضربه تاني عشان طبعا ما بيكونش مصدقه. لكن البطل بتاعنا بيظهر تاني وهو لابس قناع وبيمسكه ويضربه، وبنشوف بقى ان هو قوي جدا لان هو كل يوم بيعمل تمارين رياضيه علشان بيقول ان العقل السليم في الجسم السليم، علشان كده عايز يبقى قوي جدا، واللي بيضرب البلطجي لغايه ما بيغمى عليه. بنشوف بقى الهادي وهو قاعد مع باباه في البيت اللي بيقول له ان هو يشتغل اي شغلانه يعني حتى لو لحام، ما بيكونش عايز ابنه يخش الجامعه وبيتخانق معاه، علشان كده عرفنا بقى هو ليه مش عايز يخش الجامعه. بيخرج وبيقعد مع نفسه وبيفضل باصص للكتب اللي هو راميها اصلا. بنشوف بقى البطل وهو قاعد في البيت وقاعد بيفتكر ازاي الفكره دي جات له ان هو يعمل مجموعه دراسيه، وان سمع صاحبه مامته وهي بتكلمها وبتقول ان ابنها ما كانش شاطر لكن لما دخل في مجموعات دراسيه بقى كويس جدا. فهو بقى اول ما بيسمع الكلام ده بيروح لزمايله في المدرسه وبيقترح عليهم لكن هم ما بيرضوش عشان هو فاشل، وبيسال الكل لكن محدش خالص بيكون عايزه يبقى معاه في المجموعه الدراسيه دي، حتى اتنين بيكونوا ماشيين مع بعض واول ما بيبصوا عليه فبيقول واحد لصاحبه ما تبصش عليه لا يقولك دخلوني معاكم في مجموعه دراسيه، واللي بيكون قاعد وعمال يعيط على الدرجات اللي هو بيجيبها، فمامته بتيجي وبتحضنه. بنشوف بقى المدرسه وهي رايحه المدرسه الصبح لكن بتلاقيهم اللي هم خرجوا الطبول تاني وبيرموا فيها سجاير كالعاده. اول بقى ما المدرس بيشوفها بيقول لها شيل الطبول دي كلها تاني علشان المفتش جاي النهارده المدرسه، وبتيجي علشان تشيل الطبول لكن مش بتكون قادره، فبيجي ويساعدها ولد وسيم كده، والوسيم بيقول لها انا من رايي ان احنا نسيب الطبول علشان المفتش يشوفها، لكن هي بتقول له ان هي نفسها كمان المفتش يشوفها لكن هي مدرسه هنا في المدرسه ولازم تحافظ عليها. بنشوف بقى بطلنا بعد ما وصل الفصل بتاعه بيلاقي ان في مذكره كده على الديسك بتاعه، فبيقراها وبيعرف ان دي ملاحظات من الولد الهادي، وبطلنا بقى بيكون رايح يقول شكرا للهادي لكن بيلاقي ان في كرسي بيترمي عليه من البلطجي اللي بيقول له انت بقى اللي كنت لابس القناع امبارح صح كده ولا لا، وبيمسك المذكرات وبيحرقها، واول بقى ما البطل بيشوف الكلام ده بيمسكه وبيضربه. في الوقت اللي بيحصل كل كلام
الكلام ده بيكون المفتش هناك في المدرسة وقاعد بيشوف كل حاجة فيها، واللي بيكون ماشي خلاص لكن بيلاقي المدرسة بتشيل الطابور، فبيوقفها كده وبيقول لها هو انا اعرفك صح؟ فبتقول له لا انا ما اعرفكش، مش فاكرة ان انا شفتك يعني قبل كده. فوهي بتتكلم معاه بتلاقي ان في حاجة اتحدفت من الفصل بتاعها، فبتطلع تجري على الفصل بتاعها علشان ساعتها بيكون البطل بتاعنا بيدشمل في البلطجي بسبب ان هو راح علشان يلحق المذكرات لكن لقاها ان هي اتحرقت خالص. فبيمسكوا هي واحدة في التانية بنلاقي ان البلطجي نام في الارض وما قامش، فبطلنا يسكت طبعا لا، فراح مسكه وهو مغمى عليه وبيقول له ما تفقدش الوعي دلوقتي الا لما تعتذر له علشان انت حرقت المذكرات بتاعته. فبنلاقي بقى ان الولد الهادي رايح للبطل بتاعنا وبيقول له عشان انت عايزنا ننضم معاك للمجموعة الدراسية انا موافق. المدرسة وهي داخلة الفصل وبتلاقي ان الفصل فيه حريق فبتمسك الطفاية وبتطفي الحريق بسرعة قبل ما المفتش يجي، لكن بقى المفتش بيجي وبيشوف بقى كل اللي حصل وبيلاقي ان البلطجي مرمى على الارض ومغمى عليه، فبيقول للبطل انه يجي معاه. وبنشوف بقى بطلنا وهو قاعد في المكتب ومستنيهم لغايه ما يجوا، لكن بنشوف ان الهادي هو اللي جه وبيدوله النضاره بتاعته بيقول لما كنت بنضف الفصل لقيتها. والمفتش بيجي فبيبطلوا كلام والهادي بيمشي، لكن هو ماشي بيلاقي ان كل خايف فبيفتكروا خايفين منه لكن بيطلعوا خايفين من العصابه اللي كانت وراه. بنشوف بقى البلطجي وهو عند هام بعد ما العصابه جت وخدته من الفصل وبنلاقي ان الوسيم بيبص عليهم من بعيد. بنشوف بقى نائب المدرسه وهو بيكلم المفتش بيقول له ان هو ما يقلقش خالص وان الطالب ده يتفصل من المدرسه، لكن المدرسه بتقوم ما بيعجبهاش الكلام ده خالص، بتقول له انا شايفاك ان انت مهتم بالمفتش اكتر من 600 طالب اللي عندك في المدرسه، وان اكيد يعني لما نرفضه مش هيكون هو الحل الامثل، يعني مش هنخلي المدرسه مثاليه، وان احنا لازم نعالج المشكله نفسها، هو واحد اتعرض للعنف اكيد هيدافع عن نفسه يعني. نائب المدير بقى بيقول له هو انت ليه عايزه تطلعيني شخص وحش؟ هو اللي غلط وهو هيستحمل بقى نتيجه غلطه ده. فالمدرسه بتقول له احنا مش هنقدر نغير المدرسه دي غير لما الطلاب نفسهم هم اللي يتغيروا. فالمفتش بيطلع عارفها وبيقول لها عشان انت اللي كنت مقدمه السنه اللي فاتت وخدت جائزه افضل مدرسه لكن ساعتها ما جيتيش واستلمت الجائزه بتاعتك، وبيسالها يعني لو عندها اي فكره ممكن تعملها عشان يطوروا المدرسه، لكن النائب بتاع المدرسه بيقول لها انت اصلا مجرد مدرسه بديله، وهي بتجاوب بسرعه بتقول له ان هي تعمل مجموعه دراسيه وان الفكره دي هي فكره البطل اصلا. بنشوف بقى بطلنا وهو نايم كالعاده وبيصحى من النوم بدري وبيروح يعمل رياضه زي ما بيعملها كل يوم وبيرجع بعديها بوقت محدد وبيعمل نفسه نايم لغايه ما مامته بتيجي وبتصحيه، واللي بنشوف ان هو مخبي على مامته اللي هو بينزل كل يوم يلعب رياضه من وراه. بنشوف بقى الهادي وهو واقف قدام المدرسه ومستني بطلنا لغايه ما يجي، واول ما بيشوف اللي هو جاي بيمشي كانه ماشي عادي، وبطلنا بيروح وراه وبيقول له ان هم اول مره يتقابلوا صدفه كده. بنشوف بقى المدرسه وهي عند المدير في المكتب بتاعه اللي بيقول لها اللي انت واثقه قوي كده علشان هتعملي يعني مجموعه دراسيه، طب انا بقول لك العقد بتاعك هيتلغي اول ما المجموعه دي تتلغي. بتسمع بقى هي الكلمتين دولت وبتروح تقابل ابطالنا اللي بتقول لهم اللي احنا لازم نجمع 5 في خلال الاسبوعين. بطلنا بيقولوا واحنا ازاي هنعمل اصلا جروب من 5 اشخاص ومحدش عايز ينضم لنا، والهادي بيقول ده مستحيل، لكن هي بتقول له انت بتقول لي مستحيل ايه؟ مفيش حاجه مستحيله واحنا اكيد هنقدر على الكلام ده. وبنشوفهم هما بيعلقوا المنشورات وكل المدرسه بتقراها، ولكن بيفتكروا بقى ان المدرسه تنضم لهم يعني اول ما بيحطوا المنشورات، واللي بعد كده بيروحوا علشان يذاكروا في المكتبه وبيجي لهم بقى رقم 3 يعني من اقوى الناس في المدرسه، وبيكون جاي وسامع ان البطل بتاعنا من اقوى الناس في المدرسه، فبيروح بقى علشان يتحداه، واللي طبعا قعدوا بقى يعملوا في شائعات قد كده عن البطل بتاعنا وان هو واحد مجنون وبيطلع نار من رجله وحاجات من دي، لكن هو قال ابدا انا هروح دلوقتي وهوريكم بقى الجامد ده عمل فيه ايه. وبيخش لهم المكتبه واول ما البطل بتاعنا بيشوفه بيقول له استنى كده هجيب لك ورقه، بيفتكروا اللي هو جاي عشان ينضم ليه، يجي بقى علشان يضربه يلاقي البطل بيوطي، يجي علشان يضربه تاني يلاقي البطل بيدور له على الورقه فمش عارف يلمسه خالص، فالبطل راح يجيب له الورقه من الضرفه بتاعته لكن كان راح يضربه فالضرفه خبطت في وشه فغمى عليه، وطبعا بقى الباقيين بيبصوا عليه من بره وفاكرين ان البطل هو اللي عمال يضرب فيه. البطل بقى بينزل له وبيبدا عشان يفوقه لكن هم بيفتكروا اللي هو بيضربه على وشه والراجل مغمى عليه، فبيقول ده جاحد جدا ازاي يضربه والراجل مغمى عليه، لا وبيبداوا يخافوا منه اكتر بكتير بقى. المهم بقى ان المدرسه كلها بتكون خايفه دلوقتي من البطل جدا، بس البطل بيقول اللي طالما ما حدش عايز يجي ويقدم احنا اللي هنروح ونختار الناس، وطبعا بقى بيقول انا عندي القدره الهلاميه ان الاقي طالب الدحيح من نظره عينه. بيروح بقى علشان يدور عليهم لكن بيلاقي ان في شله متنمره كده، واول ما الشله بتشوفه بتعمل نفسها مؤدبه وبتبص في الارض، واحد من الشله بيقول لهم ما تبصولوش بقى لا يقول لك تعالى ذاكر معايا، لكن بطلنا بقى اخر ما بيزهق وما بيلاقيش اي حد يعني دحيحه بيمشي وبيسيبهم، بيكون ماشي هو والهادي، لكن الهادي بيقول ما فيش حد خالص عايز ينضم لنا، لكن البطل بيقول هو اصلا ما فيش حد في المدرسه عشان ينضم لنا لان كله خايف من البطل ومش عايز يطلع قدامه، لكن بقى هم ماشيين بيشوفوا الوسيم فبيطلع يجري عليه وبيقول له انت عايز تنضم للمجموعه الدراسيه بتاعتنا، فالوسيم اول ما بيشوفه بيقول له بقول لك ايه انت عايز تعرض حياه الناس اللي حواليك للخطر ولا مجموعه دراسيه بلانيله وبيمشوا بيسيبوا. بنشوف بقى المدرسه بعد ما خلصت يومها وبعد كده بتعدي على البلطجي علشان تطمن عليه لكن مش بتلاقيه في البيت، وبنشوف بقى بطلنا وهو قاعد في المكتبه مع الهادي وقاعدين بيذاكروا، فالهادي بيقول له يا ابني طب انت ليه ما شفتش فيديوهات على اليوتيوب؟ فبيقول له
أنا شُفت كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب. فبيقول له: "طب ليه ما رُحتش سناتر؟" فبيقول له: "أنا رُحت برضه كل السناتر وبرضه ما فيش أي فايدة." المُدرسة بقى بتروح لهم المكتبة وبتقول لهم: "إيه رأيكم نفصل شوية ونخرج؟" فبيقرروا اللي هم يخرجوا فعلًا. بنشوفهم بقى وهُم في المول وفعلًا بيجيبوا كل الحاجات اللي هم عايزينها. كل ما المُدرسة بتقول للبطل بتاعنا على كتاب بيقول لها اللي هو قاريه، لكن بقى بيسيب الكتب كلها وبيروح عند قسم الأقلام وبيجيب كل الأقلام اللي أنتم ممكن تتخيلوها وما تتخيلوهاش، وبيكون بيشتري كتاب معين، فالهادي بييجي فبيخبي الكتاب. فبعد بقى ما بيخلصوا الفسحة دي بيروحوا وبياكلوا، وبعد ما بياكلوا كمان بيجيبوا آيس كريم وبيحلوا بيه. والمدرسة بتقول له: "في سؤال بس مجنني كده، هو أنت جايب كل الأقلام دي ليه؟" فبيقول لها إن كل قلم ليه استخدام، يعني دوّة أنا باكتب بيه علشان خطه حلو، ودوّة باكتب بيه علشان سهل، وبيفضل يقول لها على كل استخدام للقلم. فطبعًا هي والهادي بيسمعوا الكلام ده وبيتصدموا مع بعض. بيخلصوا بقى وبيكونوا مروّحين، لكن البطل بتاعنا بيشوف إن الكتاب بتاعه مش معاه، فالهادي بيقول له: "ممكن نكون مع الأستاذة ريم، إحنا ممكن نكون نسيناه معاها." وهي بتكون بتتصل بيه علشان تقول له إن الكتاب بتاعه معاها، لكن بتتصدم كده لمّا بتلاقي إن الباب بتاع شقتها مفتوح. بتتصدم بقى لمّا بتلاقي إن البلطجي قاعد في الشقة وفاتح التلاجة وبيشرب منها البِجل، لأ وكمان جايب شوية من العصابة بتاعته معاه. في الوقت ده بقى البطل بتاعنا بيكون بيتصل بيها، لكن هي ما بتكونش بترد ومصدومة طبعًا من اللي شايفاه. فبتقول له: "امشي أحسن ما أبلّغ عنك." لكن بيقول لها اللي هو لو مشي دلوقتي إن هو هيموت ولازم يعمل اللي طلب منه. وإن هاني اللي هو المركز الأول يعني على المدرسة ابن راجل العصابات بيقول إن هو مش عايزها تدرس تاني، فأكيد جايين عشان ينفذوا اللي اتطلب منه. وهي بتكون خايفة وبتيجي عشان تتصل بالشرطة، لكن بياخد التليفون منها وبيوقعها وبيكون هيضربها. لكن بقى اللي بيجي في الأوقات اللي زي دي مين؟ الوسيم مش البطل لأ. فبيضربهم الوسيم وبينزلها للجراج وبيكونوا مستخبين، فبتاخد منه التليفون عشان تكلم الشرطة، لكن البلطجي بيجي وبياخد منها التليفون وبيفضلوا يضربوا فيه. وبنشوف بقى بطلنا في الوقت دوّة وهو قلقان جدًا عليها، فبينزل علشان يروح لها. بيكونوا بقى في الوقت ده ماسكين الوسيم وعمالين يضربوا فيه، وكمان جايين يضربوا المدرسة، والبلطجي راح عشان يضربها، لكن بقى بطلنا بيظهر وبيمسك إيده. بنلاقي بقى بقية العصابة جم من لا شيء كده ودلوقتي وعايزين يضربوا البطل، فالبطل بقى بتاعنا هيخسر؟ لأ طبعًا. بيقلع بقى نضارته وبيمسكهم كلهم بيعلم عليهم واحد واحد، واللي بيلمحوا بيمرجعوا حرفيًا. بتروح بقى مامته عشان تشوف الأوضة لكن مش بتلاقيه، في الوقت ده بيكون بيضرب فيهم لسه. الوسيم بقى بيكون ماسك البلطجي وعمال يضرب فيه، لأن كان بيلقح عليه من شوية إن مامته يعني ماتت بسببه. والصراحة بقى إحنا كده مش فاهمين إزاي مامة الوسيم ماتت بسبب العصابة دي. المهم بقى بيفضل ماسك البلطجي طحن فيه لغاية أما البلطجي خلاص كان هيموت، لكن البطل بتاعنا بيجي وبيمسك إيده وبيقول له ما تضربوش خلاص. فالوسيم لسه بيقول له إن مامته ماتت بسببهم، لكن بنلاقي إن البلطجي طلع يجري. الوسيم بقى بيقول للمدرسة اللي هو بيعمل معاها كل ده علشان شايفها زي مامته اللي ماتت، وبيقول لها اللي هو مش عايزها تتأذى بلا مجموعة دراسية بلا نيلة علشان مدرسة يو دي عمرها ما هتتغير. بنشوف بقى المدرسة وهي بتجيب الكتاب للبطل بتاعنا وبتقول له ما تقلقش عليا خالص أنا هابقى كويسة، وبتقول له إن ما فضلش وقت كتير فجمع بقى المجموعة بسرعة. وبنشوفها بقى بعد ما دخلت بيتها وكانت هتتصل بالشرطة، لكن بتلاقي حد من العصابة وهو جاي لها، وبيفضل يعتذر منها وبيقول لها إن هي ما تبلغش الشرطة عليه وإن هي تسامحه، لأن لو ما كانش عمل فيها كده كان زمان هو اللي اتقتل. فبتقول له خلاص يا عم أنا هسامحك بس عايزة أسألك سؤال. فيا ترى بقى إيه السؤال اللي هي سألته له؟ ده اللي هنعرفه بعدين. بنشوف بقى أبطالنا وهم قاعدين في المكتبة وبيقولوا ما فضلش وقت كتير وخلاص الأيام بتمر ومفيش حد انضم لنا، لكن بطلنا بقى علشان متفائل جدا فهو بيقول له اللي هو مش هيستسلم أبدا غير ما يعملوا جروب ليهم وهينجحوا. وفي الوقت ده بيجي له رسالة على التليفون وبيتصدموا هما الاتنين إن في حد عايز ينضم لهم أصلا، والاتنين من كتر الفرح بيطلعوا يجروا في المدرسة علشان يروحوا الفصل بتاع الشخص اللي طلب منهم اللي هو ينضم لهم، بس بيكونوا هما الاتنين مكسوفين وقلقانين، وده يقول له افتح انت وده يقول له لا لا افتح انت الباب، وهما الاتنين مش عايزين يفتحوا خالص لغاية ما بطلنا بيفتح الباب. وأول ما بيفتح الباب كلنا بنتصدم إن الفصل ده فصل بنات، وبنعرف بقى إن مدرسة يو دي مدرسة مشتركة بين البنات والصبيان. فيا ترى بقى إيه اللي هيحصل في بقية الحلقات ومين اللي هينضم لهم وإيه حكاية العصابة دي مع مامة الوسيم، وهنعرف كل الحاجات دي في الحلقات الجاية، فما تنسوش تابعوني وسلام.